وانا كنتفرج واحد الماتش مع بنتي، فاجاتني واحد العباره مكتوبه على التوني ديال ميسي وهي فيزيت رواندا. بغيت كنقول ويلي، واش هذه هي رواندا اللي كنعرفوا في افريقيا، ولا شي رواندا اخرى كاينه في امريكا ولا في شي قاره اوروبيه اخرى؟ دخلت كنقلب على الموضوع، فاذا بي افاجئ على انها فعلا هي رواندا اللي كاينه في افريقيا. وهذه رواندا وراها قصه عظيمه وملهمه ما كرهش تطبق في البلاد عندنا. نبداو الحكايه. رواندا كانت محتله بلجيكا والمانيا، وباش يحكموا سيطرتهم على البلاد لعبوا على وتر القبيله، بحيث ان رواندا كانت فيها قبيلتين فقط، هي الهوتو وهي المسيطره وكتشكل 80% من الشعب الرواندي، والتوتسي اللي كتمثل 20% المتبقيه. اول خطوه دارها المستعمر هي مشى القبيله الاضعف ووصفها بالقبيله الانقى عرقا، واعطاها صلاحيه ادخال اسم القبيله في بطاقه التعريف الوطني عكس العرق الاخر المسيطر من حيث النسبه. وفي سنه 1962 اخيرا استقلت رواندا من الاستعمار اللي خلى فيها عداوه كبيره بين القبيلتين. وبما ان قبيله الهوتو هي الاكثر نسبه، كان ظالمها الاستعمار قاد فرصه باش تنتقم من اللي مشى الاستعمار من قبيله التوتسي اللي اعتبرتها خائنه وعامله للمستعمر. وبدات الحرب بين القبيلتين اللي ادت الى وفاه اكثر من 1,000,000 شخص من الروانديين. 1,000,000 شخص من الروانديين اللي كانوا ضحايا هذه الحرب الاهليه، مما دفع رئيس البلاد للاستقاله سنه 2000. وبعدها جاب الرئيس بول كاجامي اللي غادي يبدا معاه عصر النهضه الروانديه العظيمه. وهنا غادي نعرفوا اشنو دار باش يخرج البلاد من هذه الحرب الاهليه. الرئيس الجديد ادرك على ان التفرقه بين المواطنين هي الدمار، لذلك الغى التصنيف بين المواطنين وقال على ان الكل متساوي في المواطنه. وكان سر النجاح ديالو في الحقيقه هو التعليم، وعرف على ان التعليم هو الحل لتجاوز العنصريه والتفرقه القبليه والفساد. وهنا غادي يدير مقررات دراسيه في المدارس تشرح اسباب الحرب الاهليه، وحول نظام تقييم المدرسين من نظام الاقدميه كما هو معروف عندنا في المغرب الى نظام النجاح. يعني خاص المعلم يكون الطلاب ديالو ناجحين ومتفوقين باش يستافدوا من الترقيه. وقام بزياده ميزانيه التعليم لاضعاف مضاعفه، وكل عام كتزيد ميزانيه التعليم كل ما ازداد الدخل القومي للبلد. وتطور التعليم بالبلد لدرجه انهم اطلقوا قمر اصطناعي غير باش يوفر الانترنت للمدارس في رواندا. هذا الشيء انعكس كما قلنا على الاقتصاد اللي ولا من افضل الاقتصاديات في افريقيا، وولات رائده عالميا في زراعه البن والشاي. وفي السياحه مشاو للفراقي الكبار وداروا معاهم شراكه باش يديروا لهم الاشهار في التونيات باش يعرفوا برواندا والناس تقلب عليها في جوجل وتجي تزورها وتستثمر فيها. وطبعا الشيء الغايب عنا احنا، وزاد الدخل الفردي بشكل كبير جدا. ومن ايجابيات التعليم ايضا ان هذا الشيء انعكس على الصحه، بحيث ولاو كيستخدموا طائرات بدون طيار لنقل الدم وانقاذ المصابين في المناطق النائيه. وحددت الحكومه يوم السبت من الاسبوع باش الناس من كل الطبقات ينزلوا ينظفوا الشوارع، لدرجه ان العاصمه كيغالي ولات من انظف العواصم الافريقيه. وهذه هي حكايه نهضه الدوله، مات فيها 10% من السكان في حرب اهليه لتتحول لاقوى اقتصاد في افريقيا بفضل تقويه الجبهه الداخليه وطي صفحه الخلاف ومحاربه الفساد والاهتمام بالتعليم والانتقال من النظام الفرنكوفوني الى النظام الانجلو سكسوني. احنا اليوماتيه طبعا في بلادنا امام قرار للبرلمان الاوروبي اللي فجاه بان ليه ان المغرب كينتهك حقوق الانسان. هذا القرار اللي عنده دوافع سياسيه ودوافع يعني استراتيجيه بالنسبه لهذه الدول هذه وحنا كنعرفوها، جاء في وقت حساس وجاء في سياق سياسي معين كنا كنعرفوه. وإلا قريناه في هذا السياق هذا وحطيناه في هذا السياق غادي نعرفوا الحمله المغرضه اللي التاجها البرلمان الاوروبي ضد البلاد ديالنا. ولكن هذا الشيء كيرجعني لواحد الخطاب الملكي اللي تكلم فيه جلالة الملك على تقوية الجبهة الداخلية. اليوماتية الخيار اللي عندنا هو تقوية الجبهة الداخلية، لأنه إلا تقوت هذه الجبهة الداخلية ما بقاش كيهمنا أي حاجة كتجي من برا. حنا اليوماتية كنتاقلوا من الصراع مع الجزائر والمناورات والمكائد ديال الجزائر إلى أيضا أو الحكام في الجزائر إلى
قرارات البرلمان الاوروبي، وغدا الله اعلم هو اللي غادي يخرج لنا. اذا الحل شنو هو؟ الحل هو على انه نتقواو قووا جبهتنا الداخليه، وهذه التقويه ديال الجبهه الداخليه لن تكون برفع الشعارات ولا بالكلام ولا بالمناسباتيه، وانما كتكون بالدفاع عن الوطن كل من موقعه. النهار اللي كنا كما قال هذاك وليد الركراكي نصفوا النيه ونخدموا البلاد بمنطق، المنطق ديال الوطنيه الحقيقيه اللي كتكون دائما بالاستمراريه، ما تجيش بشكل مناسباتي. النهار اللي نهزوا يدينا على المال العام، النهار اللي نحاربوا الرشوه، النهار اللي نحاربوا الفساد، النهار اللي كل واحد يخدم البلاد ديالو من منطلق ديالو ويديرها في القلب ماشي في الجيب، ويديرها في القلب ماشي في البنك، ويفكر بها بواحد المنطق ديال رجل الدوله ماشي رجل السياسه اللي يشوف الانتخابات واللي يشوف واش غادي يعاود ولا ما غادي يعاود. النهار اللي يكونوا عندنا رجال الدوله ماشي رجال السياسه، النهار اللي يكونوا عندنا ناس كيفكروا في البلاد وكيدافعوا عليها وكيبغوها وكيتحرقوا عليها وكي يتقاتلوا عليها، كونوا على يقين على انه لن نحتاج لاي شيء، سنحل جميع المشاكل. حنا عندنا اعطاب داخليه كنعترفوا بها، عندنا مشاكل داخليه كنعترفوا بها، كننتقدوا بلادنا من منطق الغيره، من منطق الوطنيه، من منطق حب هذا البلد هذا، بغيناه يمشي لقدام. ولكن لا بغينا نمشي لقدام اليوم خاصو كله يدير جبهه داخليه، كل شيء يكون متضامن، كل شيء طبق الخطابات الملكيه، ماشي يسمعها من هنا ويخرجها من هنايا. اذا كل واحد من موقعه قام بالخدمه ديالو كونوا على يقين على انه لن يزعجنا لا البرلمان الاوروبي ولن تزعجنا الجزائر ولن يزعجنا اي شيء، لاننا داخليا محصنين، عندنا خطاب استراتيجي كنصدروه، عندنا بزاف ديال الحوايج زوينه كنسوقوها على البلاد ديالنا. خاصنا نقادوا بالدارجه البيت ديالنا الداخلي خاصو يتقاد، وإلا بغى يتقاد خاص كل شيء ينصار ويخدم في مصلحة المغرب، في مصلحة الوطن، طبعا وراء صاحب جلالة. تحياتي لكم والسلام عليكم.